توفيق. أيضا معنا مداخلة من السيد عماد حفيظ مدير الممثلية التجارية التونسية بدكار. مرحبا بك. الخامسة عشر للسلون الدولي للصناعات والتقنيات الفلاحية والغذائية ساغرو بدكار، إلى جانب أكثر من 100 مؤسسة معناها عارضة جاءوا من 11 دولة من خلال مشاركة فاعلة لمجموعة المؤسسات التونسية الموزعة على 3 أجنحة، وتقدم عرض جد متنوع يشمل الآلات والمعدات الفلاحية، أنظمة الري، المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور، العلف والمكملات الغذائية للماشية والدواجن. الحضور هذا يعكس معناها مدى رغبة تونس في إبراز خبرتها وتموقعها كشريك جدي في تطوير الفلاحة والصناعات الغذائية في غرب إفريقيا. البرنامج متاع البعثة هذه ما يقتصرش فقط على هذا الصالون، بل يشمل زاد لقاءات أعمال مهنية مباشرة بي تو بي مع موردين وموزعين محليين المنتجات المعنية، وكذلك هناك كنا نظمنا زيارات ميدانية إلى ضيعات فلاحية ومزارع مندمجة للاطلاع عن كثب على حقيقة السوق والمواد المستعملة، وكذلك الإمكانيات المتوفرة أمام المؤسسات التونسية لفتح آفاق جديدة أمامها لاقتحام السوق السنغالية. ستكون كذلك لنا زيارة استكشافية للمعرض الدولي للفلاحة والموارد الحيوانية فيارا اللي ينعقد كذلك بدكار في هذه الفترة. في المجال الفلاحي معناها يحظى هذا القطاع بمكانة هامة في الاقتصاد السنغالي. الفلاحة تمثل حوالي 17% من الناتج المحلي الخام، وتشغل قرابة 70% معناها من يد العاملة النشطة خاصة بالأرياف. في السنغال هناك أكثر من 3.4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. السنغال عندها إمكانيات فلاحية كبيرة، وهناك برنامج حكومي كذلك طموح للوصول إلى السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المنتجات من بينها الحبوب والأرز. أما زاد هناك عديد الصعوبات والتحديات الهيكلية اللي تعاني منها الفلاحة السنغالية، خاصة معناها ضعف المكننة، نقص أنظمة الري، الخسائر بعد الحصاد، صعوبة النفاذ للمدخلات ذات جودة عالية. هذا الكل يخلق طلب حقيقي على هذه المنتجات اللي يقدر بأكثر من 300 مليون دولار سنة 2025، وهذا من شأنه بالضبط هون تبرز يعني الفرص بالنسبة لتونس بخبرتها بقربها معناها من الواقع الإفريقي وقدرتها على تقديم حلول عملية ومتلائمة مع حاجيات السوق. رامي كاسوكوباك هي أول مشاركة لنا في المعرض الدولي في السنغال، أول مرة في السنغال، واللي كانت بالشراكة مع سيبكس مركز نهوض بالصادرات ومكتبه في دكار. دونك وهي كتجربة أولى حاولنا نعرفوا بمنتوجاتنا وخدماتنا في القطاع الفلاحي والصناعي، في نفس الوقت معنا نشوفوا متطلبات السوق الأفريقية واحتياجاتها وين وصلت الفلاحة في إفريقيا وبصفة عامة وبصفة خاصة معنا في السنغال. سؤال أخير أيمن حول الانتشار الأفريقي ومشاركة معناه الكفاءات التونسية خاصة في الفلاحة الإفريقية أو دور العنصر البشري التونسي. حضور الجانب التونسي في إفريقيا مهم جدا ومميز في الخبرة والتجربة التونسية في المجال الفلاحي والصناعي مطلوبة. معناها التواجد التونسي اليوم موجود في السنغال أترافير معنا شركات المشاركة ولا حتى من الزائرين. فما برشا زائرين شفناهم توانسة جاوا تعداوا بحذانا وحكينا معهم. دونك في الحضور التوانسة مميز وموجود، أما يمكن يكون أكثر وأقوى ومؤثر، خاصة أنه السنغال هي تعتبر معنا بوابة لإفريقيا، باعتبار السنغال والبلدان اللي تحتها فما 400 مليون مستغل. دونك مهم ياسر الانفتاح على السوق الإفريقية في المرحلة هذه.